اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل ضيف على مائده رمضان للعام الثاني على التوالي. الحمد لله بعد النجاح اللي حققناه في العام الاولاني بدانا نعمل الجزء الثاني وبدانا نعمل العام الثاني ونستضيف ضيوف افاضل عشان نعرف عنهم بعض الحاجات اللي ممكن تكون الناس مش عارفاها. النهارده عندنا ضيف من الضيوف المحبوبين للناس والقريب للناس معنا ومعكم الحاج سيد الطباخ. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا. كل سنه وحضرتك طيب. طيب. في البدايه شرفتنا ونورتنا، كل سنه وانت طيب. انت طيب. عايزين بس في البدايه نعرف الجمهور مين الحاج سيد. انا سيد ناجي، سيد امام الطباخ. اتفضل. من كفر الجبل ومن عيله الطباخ. افتخر يعني. اسرتك مكونه من كم فرد؟ يعني عرفنا تفاصيل الحياه الخاصه بتاعتك. ولد وخمس بنات. ربنا يخليك. حاج سيد، احنا من طبيعتنا بنحب نسال الضيف اول سؤال يمثل لك ايه رمضان 2023؟ يعني سفره الحاج سيد يا ترى نقصت ولا زادت؟ نقصد بالزياده والنقصان مش الاكل، الاشخاص. يعني يا ترى 2023 سفرتك زادت ولا نقصت؟ لا طبعا نقصت. ابويا طبعا اهم حاجه في الدنيا دي كلها. اخويا عبد الله عليه وده كان اخويا يعني نقدر نقول ان سفره 2023 بالنسبه لك نقصت، يعني ما زادتش؟ لا الحمد لله نشكر ربنا، زادت بولادي الحمد لله، ربنا يبارك فينا يا اخواتي. الحمد لله. عايزين نقول لحضرتك افضل طبق ما بتقدرش تستغنى عنه في سفره الله. الصبر. طبق السلطه من غيره ما ينفعش السفره، لازم مع السلطه. لو انا هقول لحضرتك اعمل عزومه في رمضان وادعوا عليها 5 اشخاص، هتدعي مين؟ حبيبي وابوي. في حد من الاسماء؟ يعني تقدر تحدد لي 5 قريبين منك قوي انك تعمل تدعيهم؟ 5 افراد يعني؟ طبعا المهندس احمد عوض، حاج عادل ابو رجب، كمان عم الحاج شعبان، يعني هتوجه الدعوه كلها للزمان. طب ده يمثل لك ايه؟ يعني ليه ما اخترتش حد سمعك انت؟ ليه اخترت عودك؟ انا عايز انافس ابويا. الله يرحمه. الله يرحمه. قول لنا يعني احنا عارفين ان في رمضان دايما لما في حد يعطيك صوره دي بالاكل احنا بندعو الناس ان هي يعني تصلي. حقك عليا ما تزعلش او تقول له يعني انا مسامحك. يعني مين غلط في الحاج سيد الطباخ وعايز يسامحه النهارده، او مين انت غلطان في حقه وعايز تعتذره النهارده؟ لا الحمد لله انا ما بزعلش من حد يعني ما بشيلش من حد الحمد لله بفضل الله. يعني نقدر نقول ان انت مش زعلان من حد؟ لا الحمد لله. ولو زعلان من حد تقول له ايه؟ انا ما بزعلش منه، انا بزعل عليه. ما تزعلش منه وبتزعل عليه؟ بزعل عليه. تقول له ايه اللي مزعلك النهارده؟ برضه هو حبيبي مفيش حاجه خالص. سامحه. طبعا. كل رمضان كريم. الحمد لله بفضل الله وكل سنه وهو طيب كمان. مفيش علاقه يعني، برضه في العلاقه مهما كان يعني في خلاف مثلا، لكن في حاجات حلوه كتير جدا. قول لنا يعني نعرف الحاج سيد ان هو بفضل الله في وسط الناس، يعني ربنا يزيدك. ايه وضعك السياسي؟ يعني انت تنتمي لحزب سياسي؟ لا حاليا. دلوقتي لا؟ لا. يعني حاليا؟ لا حاليا لا. لان كنت بتنتمي لحزب يعني؟ ده زمان. دلوقتي لا. لا دلوقتي لا. يا ترى ممكن نعرف ايه السبب؟ يعني مفيش حزب نايم على ارض الواقع. مفيش شغل ارض الواقع، عشان كده مفيش ارض واقع، فمش محمس الناس للخدمه. بنشوف شباب كوادر كتير على الارض ويعني وبنلاقي منهم يعني شغل كويس جدا. قول لنا مين الثلاثه اللي انت تقول لهم كملوا؟ 3 شباب شغالين دلوقتي تقول لهم كملوا ما تقفوش. 3 شباب انا شايف يعني انا اتكلم على الناس انا بطلب منهم حاجه يعني مجربهم الحقيقه وما بتاخروش في حاجه يعني. مين؟
كتير جدا. يعني اخترنا لهم 3 هو مش اعضاء مجلس الشعب. ما هو 3 هتبقى صعب، هم مش اعضاء مجلس الشعب الحقيقه. بس قول لنا ال3 دول يا شباب يعني كانوا محمد ابو عيسى، احمد غفر الجبري، دكتوره مي البطران. يعني الناس دي مش شغالين مش اعضاء مجلس الشعب، بس دول كانوا الحقيقه حتى بعد الترشيح يعني مش قافلين تليفونات، شغالين. الحقيقه دي حقيقه بصراحه. عايزينك توجه رساله لحد عزيز عليك عامل دلوقتي حاجه غلط. حاج اشرف الجبري كده حد دلوقتي مزعلك، بلاش مزعلك، حد عامل حاجه غلط وانت عايز تنصحه، عايز تقول اسمه، عايز مش عايز تقول له اديله النصيحه كده وهو بيفهم الكلام دي. يعني حد مزعل اخواته، حد مثلا عامل مشكله مع والدته، حد انت هتقول له كده، تقول له يا فلان راضي والدتك عشان هتفهم الموضوع. يا فلان الاخ ما يتعوضش طبعا، الاخ بالذات ما يتعوضش، والابن ما يتعوضش، والاخت ما تتعوضش تماما. كان يعني دي رساله طبعا. يعني رساله الحاج سيد يا جماعه انتوا في رمضان اخ ما يتعوضش، عايز اقول لك ابن ما يتعوضش، اولاد ما يتعوضوش. ما فيش وقت طبعا، يعني ما فيش اب وام يتمنوا ان اولادهم يبقوا حتى مجرد انهم مختلفين. دي كلها رسائل. طبعا رسائل بس. طبعا انا اتمنى ان الله يعني الحمد لله بفضل الله دي واذا حبلي ما نشكر ربنا. قول لي على موقف حصل لك في رمضان تمام مع الحاج الله يرحمه، موقف طريف. يعني فاكر السنه ماشي، مش فاكر انا الموقف لسه. موقف حصل لك في رمضان كده، موقف طريف كده مثلا. ابويا ما كان ميدنا المغرب نام، ما عادي، كان ميدنا كان طبيعي جدا. ما حصلش بينك وبينه موقف ما قفشكش مره كده وانت صغير فترات بتشرب على جنب بتعمل ما فيش اي موقف طريف بينك وبينه في رمضان كده فاكره؟ لا الحقيقه انا ابويا رحمه الله عليه يعني كان قريب مني جدا، يعني الحمد لله انا عمري ما عملت حاجه تزعل يعني بفضل الله، الا يعني لما يكون طالب مني حاجه يعني مصلحه وضع معين او كذا كان يزعل. يعني طب قول لي مثلا يعني عايزين بقى نذكر الوالده، هنقول الاب عايز يذكر الوالده، عايزين يعني قول لي طقس كده الوالده بتعمله. امي تاج على راسي، امي ربنا يديها الصحه ويخليها لينا ان شاء الله. يعني موقف كده بتعمله في رمضان، طقوس معينه بتعملها في رمضان انت مش هتنساها يعني، حتى يعني ربنا طول عمرك بعدها هتفتكر برضه نفس الموقف ده. طقوس معينه في رمضان بتعملها. انا يعني امي انا لازم المحشي، امي عارفه ان انا احبه على الكمون، فمنين ما اعمله لازم. ده طقس بالنسبه لها ما يعديش رمضان لما تعمله. نادرا لو اتحط على البوتاجاز المحشي على الكمون نادرا في رمضان. يومك الرمضاني بيمشي ازاي؟ يعني الحاج سيد مثلا خلينا نبدا من اول السحر، بعد السحور بقى يومك بيمشي ازاي لحد الفطار؟ يعني من السحر نصلي الفجر ونروح ممكن بعدين شويه لحد الساعه 10 كده 11 كده، بعد كده يعني نقرا شويه قران في البيت، دي لازم يعني، ونطلع بقى نجيب الطلبات وكده. ماشي حاجه معينه بتحب تعملها في رمضان؟ يعني مثلا في ناس تقول لك ايه، انا في رمضان ده احب اقعد على القهوه بالليل، فقال لك لا انا بحب اتفرج على التلفزيون، بس انا احب اروح العب كوره، احب اروح ازور قرايبي. ايه الطقس اللي بتحب تعمله في رمضان؟ بتبقى مبسوط وانت بتعمله؟ بتستنى رمضان عشان تعمل كده؟ بالنسبه لرمضان يعني احب دايما احب اسهر يعني السهر تبقى زياده شويه. ايه رايك في موضوع العزومات؟ بتحبذها ولا ترفضها؟ لا هي بتترابط كويس، انا بحبها. يعني لو حد دعاك لعزومه وتروح بتعمل ترابط طبعا، وانت مستعد انك تدعي حد عادي يعني. طبعا الموضوع ده عندك يعني حلو ولا بتعمل ترابط طبعا، بتقرب الناس لبعض اكتر. العزومه بتعمل ترابط. تقول ايه لو قلت لك دلوقتي دقيقه وقلت لك والد حضرتك قدامك، هتقول له ايه؟ اشرح لك بقى الكاميرا، شوف هتقول له ايه؟ تقول له حاجه هو قدامك دلوقتي. احنا عايشين على حسك انت ومحبوبين عشان انت كنت محبوب ومتواضع، وربنا يرحمك وزي ما سترتنا في الدنيا ربنا يسترك في الاخره يا ابويا ويرحمك رحمه واسعه، والحمد لله يعني ربنا ينور قبرك ويخليك
دخلك الجنه ان شاء الله. ابويا بالتواضع كله والاحترام كله، عمرك ما كنت مغلوب في يوم من الايام ولا اي حاجه خالص، كنت طبيعي جدا تحب كل الناس، واحنا فعلا طبعا بنحب الحمد لله بفضل دخلك الجنه ان شاء الله. ابويا بالتواضع كله والاحترام كله، عمرك ما كنت مغلوب في يوم من الايام ولا اي حاجه خالص، كنت طبيعي جدا تحب كل الناس، واحنا فعلا طبعا بنحب الحمد لله بفضل الله كل الناس. ايه الوصيه اللي قالها لك وانت مش ناسيها عملت بيها وتقول له اطمن انا عملت الوصيه اللي قلت عليها؟ كان دايما يقول لي اللي تعمله النهارده احسن من بكره، عشان هنا مفيش كتالوج، انت ممكن تتفاجئ بحاجه تقلب ما قبل، فاللي تعمله النهارده احسن من بكره. وبشر الكلام ده؟ على طول. يعني بتقول له الوصيه اللي انت قلتها لي انا خلاص ماشي بيها. شرفتنا ونورتنا، كل سنه وانت طيب، ونتمنى كلنا نشتغل عليه يعني، ويعني نتمنى ان نشوفك ان شاء الله بخير انت والاسره الكريمه. قول للناس بقى كلمه في رمضان. والله انا اوجه يعني للناس كل سنه وانتم طيبين، وكل بلدنا بخير وسلام، ورمضان سعيد عليكم يا رب ان شاء الله، وربنا يكرمكم ان شاء الله، يبقى رمضان سعيد على البلد كلها يا رب، وعائلات البلد كلها. كل سنه وحضرتك طيب، نورتنا وشرفتنا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الاسره كلها يا رب. النهارده كان معانا ضيف، انتظرونا في ضيف جديد وحلقه جديده من ضيف عالمية رمضان. معاكم ابراهيم المصري وحسن سعيد، الى اللقاء.